ايه هم اكثر الناس عرضة لمشاكل الاوعية ونصايح حضرتك ليهم يا دكتور؟ تمام. احنا في عندنا جروب من المرضى بيتعرض بالذات مع نقص في درجات الحرارة لحاجة اسمها رينولدز فينومينا، اللي هي متلازمة رينولدز بتحصل في الشتاء بالذات مع نقص درجة الحرارة. طبعا درجة الحرارة تنزل عن كده ل 10 و12 تبقى نقص شديد في درجة الحرارة، بيبتدي يحسوا بآلام في الأطراف وتغير في لون الأطراف بالذات الصوابع أو القدمين، كل مريض حسب. في نوعين من المرضى بيحسوا بهذه الأعراض، فوق وتحت يا دكتور، يدين ورجلين. رينولدز بقى ايدين ورجلين. في نوعين من المرضى بيبقوا أكثر عرضة. الأولانيين هو مرضى الأمراض المناعية زي مرضى الذئبة الحمراء ومرضى الروماتويد، بيحسوا بالأعراض دي في الشتاء كتير. طبعا بالنسبة لهم لازم طبعا هو يرجعوا لدكتور الأمراض المناعية عشان خاطر ساعات بتبقى دي مؤشر لنشاط المرض، فلازم يرجعوا لدكتور الأمراض المناعية بتاعهم عشان خاطر لو في نشاط للمرض بيبتدي يغير الخطة العلاجية أو بيبتدي يديله حاجات أزيد شوية من العلاج الطبيعي اللي هو ماشي عليه. دول الكاتيجوري الأولاني. في الكاتيجوري التاني ده كتير جدا بالذات البنات الصغيرة من سن 10 سنين لحد سن 20 سنة أو أكتر من كده، بيبتدوا إن هم في الفترة دي الشتاء يحسوا إن في آلام شديدة في الأصابع مع تغير في لون الأصابع، بيضاد شديد في الأصابع سواء القدمين أو الساقين، مش شرط يجي في الأربع بيضاد أو تغير شحوب يعني شحوب شديد. يعني المجموعة الأولى رينولدز بيزرقوا عشان نسهلها عليهم، والمجموعة الثانية الشحوب الشديد في الإيد في الإيدين أو القدمين حسب أكتر. السيدات طبعا البنات الصغيرة في السن هم بيبقاش عندهم أي نوع من أنواع الأمراض خالص. هي المشكلة كلهم إن هم عندهم حساسية شديدة للبرد، فبتبتدي الشعيرات الدموية المغذية لليدين أو القدمين يبتدي يحصل فيها انقباض شديد في فترة الشتاء، تسبب لهم آلام شديدة وتسبب تغير في اللون وشحوب في لون الإيد أو القدم. دول بالنسبة لهم الموضوع بسيط خالص لأن هم ما بيبقاش عندهم مرض، الموضوع كله بسيط. أهم حاجة الاهتمام بالتدفئة وبالذات استخدام الحاجات الطبيعية في التدفئة، يعني الجوانتيات الصوف، الشرابات الصوف الطبيعي هي دي اكتر حاجة بتفيدهم ان هم يلبسوا شرابات صوف طبيعي او جوانتيات صوف طبيعي عشان يدفوا بيها ايديهم. ما يحطوش ايدهم، مش مجرد ما يحسوا بالموضوع ده يحطوا ايدهم تحت المية السخنة على طول، لان ده بيسبب يعني ريباوند بين، بيبقى عندهم ألم شديد ما بعد ذلك. لا، هو التدفئة التدريجية خلاص هي اللي بتعالج القصة دي، مع ان هم طبعا بيحتاجوا بعض موسعات الشرايين عشان نعدي فترة الشتاء دي. وفي الغالب الموضوع ده بيبقى متكرر كل شتاء، عادة المرضى دول بنشوفهم كل شتاء قبل الشتاء ما يبتدوا يجولنا عشان خاطر نبتدي ان احنا نكتب موسعات شرايين، مع ان هم يبتدوا بقى يلبسوا الجوانتيات الصوف بدري شوية، الجوارب الصوف بدري شوية، بتبتدي ان الموضوع ده يعدي. وده بيحصل في فترات الشتاء شديد البرود. عادة لما بالشتاء بيعدي بدون فترات كتيرة من البرودة الشديدة، عادة ما بيحصلش الموضوع ده، بيحصل في الفترات شديدة البرودة اللي بتنزل درجات الحرارة فيها ل10 و8، هي الأرقام القليلة قوي دي. طبعا انا يعني في نهايه الحلقه بشكر دكتور محمد، ولكن برضو عايزه استغل دكتور محمد، يمكن انا شويه متحيزه لمرضانا والعنوان البرنامج طبعا. دكتور محمد، امتى مريض السكر وحضرتك انا نحط له خطه علاجيه ان هو يجي لحضرتك بصوره دوريه؟ يعني دايما حضرتك عارف ان احنا اغلب يعني ما بيكون في حاله بنبتدي نتشاور مع حضراتكم ونبتدي المريض بيتابع مع حضرتك. مين الشخص اللي اقول له لا انت هتروح لاستشاري الاوعيه الدمويه سنويا، او حضرتك هتقول له تعالى لي كل 6 شهور خفيت وتحسنت بس لازم تتابع؟ طبعا حضرتك يعني كاستشاري بطنة حضرتك بتعملي فحص كامل للمريض، ومن ضمن هذا الفحص
ان حضرتك بتقيسي او الدوبلر. بتشوفي النبض بتاع ده الفحص الشرايين، الإكلينيكي، الفحص كلام جميل الإكلينيكي، جدا طبعا. النبض بتاع الشرايين الطرفيه. فالمريض اللي ما عندوش نبض في الشرايين الطرفيه بتاعته حضرتك طبعا لازم بيتحول هتوجهيه لحضراتكم. ان هو يتابع باستمرار، مم. عشان هو عنده نقص في الترويه بتاعه القدم. ممكن يكون النقص ده مش شديد في هذا الوقت مم. ومش محتاج تدخل في الوقت الحالي، ولكن قد يحتاج في المستقبل، فلا بد ان يتابع عشان خاطر في المستقبل لو حصل مشكله يبقى التدخل سريع وما يحصلش لا قدر الله بتر. فده المريض الاولاني. المريض التاني طبعا هو المريض اللي عنده جرح، مم. فهو المريض ده لازم متابعة مستمرة لحد ما الجروح دي تقفل، تلتئم وبعد طبعا. كده متابعة كل 6 شهور أو سنة عشان برضو نطمن على التروية بتاعة القدم إن ما يبقاش فيها مشكلة مستقبلا.